بما ان موسم الصيف بدأ، فحابة اتكلم معاكم بقى شوية على الفواكه الصيف وقد ايه بتكون مرشوشة ومهرمنة، واحنا او اطفالنا بناكلها بطننا بتوجعنا وبيجيلنا اسهال ونزلات معوية. عشان كده لازم نركز وناخد بالنا قوي احنا بنشتري ايه وما نتغرش بالحجم الكبير، لان ده بيبقى مرشوش هرمونات. شايفين الخوخة دي عندي انا في الجنينة، في جنينة البيت بتاعتي، شكلها تحفة ازاي. هي لسه مستوتش قوي بس شايفين الحجم متوسط جدا. اهم حاجة نركز مع الخوخ والبرقوق والمشمش والحاجات دي التوتيات عامة. هنا برضو دي الموزة مش مرشوشة ولا اي حاجة، بس لسه برضو ما كملتش. ودي رمانة لسه الزهر بقى بتاعها بادئ يعمل، وبعد كده بتطرح وبتطلع. انا عامة بحب الرمان جدا وليه فوائد عظيمة عظيمة عظيمة. بعد كده بقى، حد عارف ايه ده؟ خمنوا كده. هقرب لكم دلوقتي عليه بالكاميرا. دي حاجة كلنا بنحبها جدا ومتنفعش لمرضى الضغط قوي. ده زيتون يا جماعة، ده زيتون مزروع عندنا برضو اورجانيك طبيعي مش مرشوش اي حاجة. لسه بقى اول ما يخش موسم الحر عليه قوي والصيف هتلاقيها بدأت تستوي، وهاخدها لما تظبط كده واعمل لها تخليل واوريكم الزيتون ده بعد ما تخلل بقى عامل ازاي. بصوا انا جايبه لكم ايه من كل الزوايا يعني. بس ودي بقى ملوخية. عامة يا جماعة الملوخية دي طعمها خطير خطير خطير، لانها لا مرشوشة اي حاجة ولا عليها اي حاجة، عاملة زي بتاعة احسن كمان من بتاعة قصر الكبابجي واللي بتاخدوها في اكتر المطاعم، وبتبقى تخينة وبتشد وفيها عرق كده رهيب. فلو احنا عندنا مساحة صغيرة في بيتنا، مفيش مشكلة ابدا ان احنا نستغل المساحة دي ونحط بعض الخضروات او بعض الفواكه. دي بقى بصراحة مش عارفة هي ايه، بس انا شفتها بابا حاططها، هبقى اسألكوا عليها. وشكل الورقة شدني قوي، فقلت هسأله وهبقى اقول لكم برضو، واللي عارف يسيب لي في الكومنتات يكتبها لي. ماشي. وهوريكم بقى على حاجة كل الناس بتحبها وهي الورد. دي اول وردة تطلع في الجنينة يا جماعة السيزون ده، ولونها بينك وريحتها خطيرة. بصراحة انا بحب الورد جدا يعني. هقرب لكم منها دلوقتي وتشوفوها، شكلها حلو قوي قوي وعاملة ريحة طبعا مع الربيع جميلة.